خالد، في المغرب شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات تفتتح مصنعا في طنجة. بالفعل، ويبدو أن شركات تصنيع السيارات تتهافت على شمال المغرب. آخره سيكون بيجو سيتروين. فيما يتعلق بفورد، الشركة ستزيد حجم المكونات التي تشتريها من موردين في شمال أفريقيا إلى أكثر من مثليه، وذلك لتزويد مصنع تجميع السيارات الذي انتهت في الفترة الأخيرة من توسعته في إسبانيا وفي أماكن أخرى. وبقيادة التوسع المستمر لشركة رونو في المغرب، أصبحت صناعة السيارات محورية بالنسبة لاقتصاد المملكة التي تعد أكبر أسواق فورد في شمال أفريقيا. وبلغت صادرة السيارات والمكونات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مليار وأكثر من نصف مليار دولار، أي حوالي 22% من إجمالي صادرات البلاد. نحن من بين كبار المصنعين في المغرب، ونعتبر أن المملكة تتوفر على بنى تحتية مهمة، موانئ عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة، ونرى أن الصناعة تتطور بشكل سريع في هذه المنطقة. ومن هذا المنطلق فإن المغرب سوق مهمة بالنسبة لنا، وهذا من بين الأسباب التي دفعتنا إلى اختياره مقرا لمكتبنا الجهوي للبيع والتسويق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.